يو درا مرحبا بكم في اون اوتر فيديو في لاشين ديال ماسك كاي. واليوم في لا فيديو ديال اليوم قبل ما نبدا غادي نقول لكم شكرا بزاف على التفاعل اللي لقيت في لا فيديو اللي حطينا قبل ديال الماسك ريفيو اللي دوينا فيها على الديفلوبر سيرفي ديال عام 2023. اكثر من 140 ديال الناس اللي شافت لا فيديو في حدود التصوير ديال هذا الفيديو هذا، ولكن واحد القضيه اللي ما عجبتنيش هي انه 90% ديال الناس اللي شافت لا فيديو ما مابونيش في لاشين. دونك غادي نقول لكم بلي راكم تضيعوا بزاف ديال الحوايج. تابونوا في لاشين، راكم تضيعوا بزاف ديال الحوايج. ودخلوا لو جروب ديال الناس في فيسبوك اللي هو هذا سميناه ماسك كي ديفلوبرز، اللي اون اسبيغ انه تكون واحد لا كوميونيتي اللي نتعاونوا فيها كاملين. ديروا لايك لا فيديو، تابوناو معنا في لاشين and stay tuned لداكشي اللي غادي يجي من هنا لقدام. وكالعاده with no further ado let's get into it. كما كتعرفوا كاملين، بايثون هي اللغه الاكثر استخداما في مجالات بحال الذكاء الاصطناعي، التعلم الآلي والتعلم العميق. ولكن هادشي ما تيحدش من ان بايثون تخدم غير في هادشي، حيت بايثون is a general purpose language، بمعنى انها اللانجويج اللي تقدر تخدم بها تيبيكمون اي حاجه تبغي. حاليا هذا الفيديو اللي تتفرج فيه is a web application اللي مخدومه through واحد الفريم ورك ديال الويب ديفلوبمنت تنقول لها جانجو. تقدر تخلي حتى فحال هاد لي روبو هادو اللي تيبان لك هنايا ناشط غير ببايثون. في هاد لا فيديو هادي غادي نشوفوا الرود ماب اللي غادي نتبعوا في لاشين. في المرحله الاولى من مور ما غادي نكملوا الفاونديشن ديال بايثون في البلاي ليست ديال بايثون فور اي اي، غادي يكونوا عندنا جوج ديال المراحل. المرحله الاولى غادي تكون عباره عن 100 سكريبت اللي غادي نديروها، كاين فيهم اللي غادي يكون بازيك وغادي القضيه تتصعب شويه. من مور ما غنكملوا ديك 100 سكريبت غادي ندوزو ل 250 سكريبت واحده اخرى واللي غادي تكون صعب منها. من موراها غادي ندوزو اننا نبداو نخدموا باللايبريز والفريم وركس. دونك من هنا ما غاديش نبقاو نخدموا في سو فورم ديال السكريبت، غادي نوليو نخدموا في جوبيتر نوت بوكس، غادي نوليو نخدموا على دي بروجي. وهذا هو اللي كان في الطلب ديال الصديقه ديال القناه، هو انهم لي بروجي غادي يجيو ولكن تنتقنوا الفاونديشن ديال اللغه. المرحله الثانيه غنشوفوا شويه ديال الابجديات ديال الاس كيو ال، حيت ضروري في الطريق ديالك غادي خصك ضروري انك تتعامل مع قواعد البيانات داتابيزز. دونك ضروري يكون عندك واحد البيزك اندرستاندين للسيكول. كالعاده غادي تكون عندنا فاونديشن على سيكول، وضروري كالعاده غادي يكونوا دي زيكزرسيس على كيفاش نكويريو الداتا، كيفاش نكرييو لي طابل. اونفان غادي يكون واحد المشروع ديال اننا نديروا واحد الداتابيز اللي غادي نخدموها اون يوتيليزون داتا جريب ديال جات برينز و بوستغري سيكول، اللي كيف ما شفنا في الديفلوبر سيرفي هي احسن داتابيز مانجمنت حاليا. وفحال هكا نكونوا سالينا المرحله الثانيه. المرحله الثالثه، في هذه المرحله هذه غادي نبداو نحلوا عينينا على الديجيتال كريدنشلز، وغادي نمشيو لواحد الكريدنشل اللي معروف في الدومين ديال داتا ساينس اللي هي الاي بي ام داتا ساينس بروفيشنال سيرتيفيكيت والاي بي ام اي اي انجينيرينغ، حيت هادو هما السيرتيفيكيت اللي بيزك وبالنسبه للبيجنرز غادي نمشيو ليهم. فيهم دي بروجي ديال داتا ساينس بزاف غادي نخدموهم 1 بر 1، وغادي نوريكم حتى كيفاش انكم تقدروا تاخذوهم من كورسيرا بلا ما تخلصوا والو. المرحله الرابعه، في هذه المرحله هذه غادي خصنا نبداو نهزو داكشي اللي تعلمنا في بايثون وسيكول وفي دوك السيرتيفيكيتس اللي شفنا في كورسيرا، ونبداو نديروا الابليكيشن ديالهم في الكلاود. وفي هذا الصدد هذا غادي نخدموا في الاي دبليو اس، ومن مور ما غادي نخدموا مزيان ونحسوا باللي راه داكشي اللي خدمناه راه هو هذاك، غادي نمشيو باش ندوزو الاي دبليو اس كلاود براكتيشنر، اللي هي اول سيرتيفيكيشن في السيرتيفيكات اللي تتعطي اي دبليو اس، اللي غادي تمهد لنا الطريق للسيرتيفيكا اللي من موراها. المرحله الخامسه، في هذه المرحله هذه غادي نعطيكم تجربه ديالي اللي دوزت في لندن ساوث بانك يونيفرسيتي اول along مع واحد الجامعه المانيه اللي قريت فيها اونلاين، وغادي نخليها حتى الاخر حيت فريمون واحد التجربه اللي كانت واعره وعاونتني بزاف. دونك غادي تبقى هي الاخرى من مور ما غادي نكونوا واجدين ليها، حيت الا مشيتي ليها بهذا الرود ماب هذه اللي غادي نعطيك غتمشي ليها واجد وغتمشي ليها مرتاح. وكنضمن لك بلي راك غادي تكون من ديك الناس اللي تيضربوا 1.5
وكتر 1.4 في الجامعات الألمانية ومع الجامعات الإنجليزية إن شاء الله. بحال هكا غادي نكونوا كملنا لا فيديو ديال اليوم. جيسبر اننا نطرقوا للرود ماب اون بليس دو ديتاي. الا ما عرفتوا شي حاجه ولا بانت لكم شي حاجه اللي بغيتو تسولوا عليها ولا تقصيو عليها، الكومنتس راهم مفتوحين لهذا الغرض هذا. لا فيديو جاي ان شاء الله غادي تكون concerning Python for AI. من هنا لديك الوقيته تشوفوا.